تظاهر عشرات الآلاف في مدينة عدن استجابة لدعوة أطلقها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ورفضا لحل المجلس وتمسكا بالإعلان الدستوري. ورفع المحتجون أعلام دولة الجنوب السابقة وصور عيدروس الزبيدي وهتافات ضد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي. وتوافد المحتجون من محافظات جنوبية عدة إلى ساحة العروض في مدينة عدن للتأكيد على تمسكهم بالمجلس الانتقالي ممثلا لقضية الجنوب ومطالبتهم بعودة وفد المجلس إلى عدن، محذرين من تداعيات ما اعتبروه تدخلات قد تقود إلى حالة من الفوضى في المنطقة. من عدن ينضم إلينا مراسلنا ياسين الرضوان. ياسين، مرة جديدة ولكن هذه المرة تلبية لدعوة عيدروس الزبيدي، الآلاف انطلقوا في هذه التظاهرة الحاشدة دعما للمجلس الانتقالي ورفضا لقرار حله والتمسك بالإعلان الدستوري. نعم، يبدو أن هذه الحشود التي لا نزال منذ ساعات يعني المغرب، وتحديدا منذ المغرب بتوقيت اليمن، ونحن عالقون في وسط الحشود ولم نتمكن حتى هذه اللحظة من الخروج من ساحات الاعتصام. هنالك زحمة شديدة في الطرقات المؤدية إلى هذه الساحة في قور مكتر. الأعداد قدرت بنحو 250 ألف، وهي هذه المليونية الأكبر، حتى أكبر من المليونية التي جرت قبل 4 أو 5 أيام. هذه أيضا أكدت على الزخم الشعبي الذي دعا إليه رئيس المجلس الانتقالي وتجديد التفويض للمجلس الانتقالي ورفض حل المجلس. وكذلك رفعت هنالك شعارات تستهجن حل المجلس الانتقالي، وأن القرار لا يعبر عن الإرادة الشعبية التي نزلت إلى الميدان. وجرت أيضا حالة من الانتشار الأمني في مداخل مدينة عدن، وكذلك أيضا حالة احتكاك في منطقة العند بمحافظة لحج. وهنالك حاولت السلطات الحكومية وقوات درع الوطن أن تمنع المتظاهرين من الوصول إلى الساحات في عدن، لكن المتظاهرين والمحتشدين كانوا غاضبون واجتاحوا تلك القوات، وأيضا قاموا بقلب إحدى المدرعات في هذه المنطقة بعدما قالت القوات الأمنية هناك بأنها تقوم بتنفيذ الأوامر التي وجهت إليها. لكن المحتشدون رفضوا هذه الأوامر واجتاحوا كل الطرقات. وأيضا كانت هنالك تظاهرات غاضبة في الساحة، وكذلك